السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ رب تكون في تمام صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. اول ما اشوف القناة فعلي حالا زر الجرس على الكل، دوس السبسكرايب، الزر الاحمر، اللايك والتعليق. يا احلى وارق فراولايه في حياتي. طبعا ترحيب كبير جدا لكل الناس اللي انضمت لينا، ما شاء الله لا قوه الا بالله، من جميع البلدان العربيه، من جميع الاماكن. بشكركم بجد على الاشتراك في القناه، وان القناه نالت استحسانكم. انا بحبكم جدا، نورتوا. طبعا فراولاتي اللي معايا صباح الفل، يا صباح الشمس المشرقه. النهارده كده يعني لقيت الشمس بصراحه ما شاء الله ظاهره جدا وقويه جدا، على الرغم ان اخر اليوم كان اجواء خريفي قوي. يعني هصورها لكم برضه، فقلت لازم انتوا عارفين تشوفوا معايا الشمس دي، لان انا عارفه ان في فراولات كتير بيسهروا ونادرا لما بيشوفوا الشمس. وبصراحه حابه اتكلم على الموضوع ده. حاولوا يا بنات بجد موضوع السهر ده تلغوه خالص. انا مش عارفه، انا كمان انا بقالي فتره كده 4 أو أسبوع تقريبا بسهر، مع اني مش من النوع ان انا بسهر، بس حاولوا بقى نظبط الفتره الجايه ان شاء الله. تحليها ازاي؟ في ناس كتير ما بيعرفوش يحليها في اول اليوم، انك تصحي بدري. تعالي لازم تصحي بدري، ما فكريش ان انت هتجيبيها اخر اليوم تقولي انام بدري. مش هتيجي ان انت تنامي بدري. الفكره في انك تسهري نفسك جدا وتشتغلي كويس جدا في البيت ده، او لو انت بتلعبي رياضه او الكلام ده هيساعدك على انك تنامي بالليل. طبعا احنا عارفين ان اساسا السهر ده بجد بيبوظ البشره، بيجيب تجاعيد، بيعمل علامات تقدم في السن في الوش. حتى لو انت سن صغير ومن النوع اللي بتسهري تبص تلاقي فيه تجاعيد وحاجات بانت ومن سن صغير. دي حاجه بجد بتزعل. ده غير الهالات السوداء، ده غير الحاله المزاجيه اللي بتبقى مش الطف حاجه، غير ان في هرمونات كتير طبعا سبحان الله بتفرز فعلا في الفتره بتاعت الليل. تمام. النهارده زي ما احنا شفنا في المقتطفات، النهارده الفيديو عجبني جدا لانه كله حيويه يعني الحمد لله. قمت كده، والنهارده عندنا غسيل للسجاد بطريقه جافه. يعني ايه الطريقه الجافه؟ اللي هي بالبخار. هنستخدم مع بعض مساحه هوفر للبخار. الجو النهارده كانت الاجواء بتاعته خريف تحفه جدا. بحب ابدا اليوم بتاعي اذا كنت انا هشغل بخور او الفحم. طبعا هسخنه الاول، بعد كده هحط البخور. وانتوا عارفين ان احنا امبارح عاملين روتين مسائي. كنت حابه بس اتكلم على البخور ده. هو حلو كل حاجه، بس في نقطه يعني انا بحس ان بحطه على النار ان هو بيتناثر كده. يعني مش فاهمه، يعني ما هو مش الطف حاجه، بس هو احسن الوحشين يعني زي ما بيقولوا. استخدمت كده البخور الاماراتي. البخور ده جميل جدا يا بنات. عشاق البخور اللي بيحبوا البخور الهادي، الريحه تكون شيك وفي نفس الوقت هاديه، يبقى البخور ده انسب حاجه ليه. هو طبعا بالعود الابيض، فتحفه. هو اماراتي ميزه العلبه بتاعته انه طبعا ممكن بعد كده تستخدميها انك تحطي بخور تاني. طبعا في حاجه عايزه اقول لكم، في ناس بتشتكي ان البخور بيعمل ريحه حاجه بتتحرق او بيشيط بسرعه، ريحه شياط. فالفكره انك ممكن تحطي قطعه ورق حراري صغيره على الفحمايه نفسها، وبعد كده بتحطي البخور. انا بستغل الوقت اللي بجد يوسف ما بيبقاش موجود في البيت عشان اقدر انا ابخر البيت، لان هو عنده ما بيستحملش لا ريحه البخور ولا اي معطرات ولا اي حاجه في البيت. فبعمل الكلام ده بسرعه جدا قبل ما هو يجي. وكمان بهوي، يعني انا ببخر البيت وبعد كده بسيب الشبابيك مفتوحه عشان يبقى فيه تهويه، لان حبيبي ما بيستحملهاش خالص. زي ما احنا شفنا بالنسبه لليقطين الموجود ده اللي هو الجولد واللون الجولد الغامق. ارجعوا للفيديو اللي احنا عملنا فيه شكل اليقطين الترند. تمام.
في سؤال جالي امبارح طبعا، مع ان انا رديت عليه كتير، بس تقريبا ده حد من الجداد، فراولات البنات الجداد. هي ان انا جايبه المخدات الطبيه منين. المخدات الطبيه دي كانت من الفايد المأمون، اللي هي اللي ورا دي، مش الفايبر لا الاساسيه اللي ورا، الفايد المأمون. واحنا بالنسبه لنا المكان بتاعهم، الفرع بتاعهم هنا في بورسعيد، عند بجوار ابو يمن قدام مدرسه 6 اكتوبر. الثانويه للبنات يا جماعه يا جماعه عشان سمعاني وانا بسجل فبتتك تقول لي الثانويه للبنات. تمام، حاضر يا سما، الثانويه للبنات. بس كده. جاني تعليق، طبعا كل تعليقاتكم بحبها جدا، بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى بتبقى سبب ان انا بجد انزل فيديو تاني. جالي تعليق بتقولي الجولد مع الابيض والاوف وايت تحفه جدا جدا جدا. بيفكرنا كده بالاشياء اللي هي الكلاسيكيه والكلام ده كله، الحاجات اللي هي ليها قيمه يعني. بتقولي فانتي تلفي وبترجعي له يعني. فانا عايزه اقول لك انت عارفاني، يبقى انت اكيد حد متابعني، لانها دي حقيقه. تحسوا فعلا مهما اعمل من الالوان كتير 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 كتير، لازم ارجع واثبت على، او يعني اقعد شويه على الاوف وايت في الذهبي. حرفيا حرفيا ده العشق عندي حرفيا يعني. هحضر معاكم كده الفطار. كان ليا السما والمكه. كانت سما راحت الكليه ورجعت على طول، فاحنا بس كنا الثلاثه، لكن همسه كانت لسه في الكليه ويوسف كان في المدرسه. فحضر فطار كده بسرعه وهنكمل مع بعض. هنتكلم النهارده على مساحه هوفر بالبخار والمكنسه، لان في ناس كتير بيختلط عليهم الامر يا بنات. في فكره هي المساحه يعني حد يقول لي هي المساحه والمكنسه دي حاجه ودي حاجه. طبعا دي حاجه ودي حاجه. في ناس كمان بيختلط عليهم الموضوع، يفكروا المساحه دي بتمسح السجاد، تغسل غسيل. لا، انا هوريكم مع بعض عملي ان شاء الله الشكل هيبقى عامل ازاي. هنا كده بنات بنعمل الفرق بين مكنسة هوفر إيطالية وايرلس اللي هي فيها الأحمر دي اللي على اليمين، والمساحة هوفر برضو إيطالي اللي هي باللون الجري الغامق مع التركواز. الفرق بينهم ان الأولانية المكنسة وايرلس يعني بدون سلك، وبتتشحن لمدة بتسيبها من بالليل لغاية تاني يوم الصبح. الفترة اللي بتقعد تشتغل فيها حوالي نص ساعة إلا 5 دقايق دايركت مباشر يعني. وفيها بطارية هوريها لكم دلوقتي. حاجة كمان هنا بس بقول لكم ان انا من شوية كده شربت نسكافيه، بس انا حسيت ان انا محتاجة قهوة كمان يعني عشان صحصح اكتر يعني. ف بيجي معاها ادوات كتير جدا للشفط. طبعا هي بتستخدم في الشفط فقط. مكنسه يعني بتشفط فقط، بتستخدم في السجاد الشاك زي اللي عندي ده كده، المحطوط دلوقتي ده. تحفه جدا، وبتوصل يعني لاكتر حاجات بتشفط يعني. الشفط بتاعها او اللفه بتاعتها حلوه، لكن قوه الشفط لو هنقيسها بالمكنسه العاديه لا، فالمكنسه العاديه بتبقى افضل. لو هتختاري بين انك تجيبي مكنسه عاديه او تجيبي الهوفر، لا تجيبي المكنسه العاديه. يعني لو قدامك ان انت تجيبي واحده من الاثنين تجيبي طبعا المكنسه العاديه، قوه شفطها افضل، احتماليه القوه الاحتماليه بتاعتها افضل بكتير يعني. ده بالنسبه للمكنسه. المكنسه الهوفر برضو بتستخدم، هي اسمها 2 في 1 لان هي بتستخدم، دي طبعا البطاريه بتاعتها وحافظي جدا على البطاريه. بتستخدم 2 في 1 يعني جزء للارض وجزء تاني بنستخدمه في شفط. بنفك طبعا كل الجزئيات دي، وطبعا اللي معانا من زمان عارف بنفك الجزئيات دي كلها وبنرجع نشفط من مثلا الكنب للجوانب او الاجزاء اللي هي في الحوائط فوق. وبيجي معاها قطعه كبيره جدا طويله جدا بتوصل لفوق جدا للطرف الزاويه بتاعه السقف اللي هي زي الزعافه وما الى ذلك. خلاص، من ميزاتها كمان ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك ان فيها الليد اللي قدام ده من الحاجات الجميله. ولكن وللحذر
سواء هي او اي مكنسه، هي طبعا اصلا ستاند. يعني ايه ستاند؟ يعني انا على فكره ممكن اوقفها واثبتها تبقى واقفه لوحدها خلاص. بس نصيحه مني ما تعمليش كده. طبعا انا كنت بستخدمها وعادي بسيبها ومش عارفه ايه، فطبعا كان حصل لها غلطه كبيره جدا ادت ان هي وقعت. يعني كانت عادي واقفه وكل حاجه، بس طبعا التوازن بتاع الجزئيه اللي فوق يا بنات، الجزئيه اللي فوق فيها البطاريه وفيها الجهاز نفسه بتاع الجسم بتاع المكنسه نفسها. فطبعا الجزئيه دي بتبقى قويه جدا تقيله جدا، فمش منطقي. هم مصممينها يا جماعه ان هي تقف ستاند، بس مش منطقي ان احنا نسيبها كده. وحرفيا انا من ساعه ما وقعت طبعا ولفيت لفه كبيره جدا. طبعا توشيبا العربي قالت لي هتتكلف 3000 جنيه، وفاكرين طبعا انتوا الفيلم ده. وقعدت فتره كبيره جدا من غيرها لغايه لما ربنا قدر سبحان الله ان لقيت اللي هي شركه المصطفى للادوات الكهربائيه، وما شاء الله وبصراحه ربنا يبارك لهم عملوها لي. وطبعا التكلفه ما كانتش كده خلاص. دي حاجه. هي بدون سلك وبتتشحن بالبطاريه، فدي ميزه ليها طبعا انك وايرلس يعني بدون سلك. انك مثلا لو النور مقطوع طبعا الليد عندك شغال وهي بتبقى مشحونه، فدي ميزه. ميزتها تانية كمان بالنسبه لي هي خفيفه في الايد خلاص، لكن كقوه قوه شفط لا ولا يعلى على الاساسيه يعني. وعايزه اقول لك على حاجه، انا بسمي المكنسه دي بتاعت الدلع. يعني زي ما انت شايفه اصلا، يعني عارفه اللي هي الحاجات البسيطه، يعني حاجات مثلا بتحبي تنضفي السجاد على خفيف، بتحبي تشيلي بعض الوبر على خفيف، خلاص كده. هنا بقى دي المساحه الهوفر، يعني خلاص خلصنا المكنسه دي حاجه ودي حاجه، ده جهاز وده جهاز. المساحه الهوفر برضو 2 في 1. شفتوا القطعه دي لوحدها بتشتغل دي، واحنا نضفنا مع بعض قبل كده بالبخار في التويلت، وسواء على فكره في البوتاجاز بتبقى تحفه. وعملنا بيها على فكره لو تفتكروا المرايات نضفنا المرايات في مره بيها. الجزئيه بقى دي اللي فيها الفرشه اللي تحت دي، الفرشه دي قويه جدا. يعني ايه قويه؟ زي الفرشه يا بنات اللي احنا بنمسح بيها السجاد، بنغسل بيها قصدي السجاد خلاص. الفرشه دي قويه. طبعا في جزئيه تانية بتشتغل لان دي بتمسح اصلا البلاط او الارضيات، فاهمه؟ السيراميك وكده والباركي وكل شيء خلاص. والجزئيه اللي انا ركبتها دي اللي هي الجسم بتاعها نفسه، بتستخدميه بقى في جميع الحاجات التانية، تنظيف الكنب وبيتركب لها طبعا القطع بتاعتها وكل حاجه، سواء المكنسه سواء المساحه دي ليها قطع ودي ليها قطع. هنا بس الجزئيه دي بتاعت الفرشه هنستخدمها في ان انا هنضف النهارده بالبخار ده. شايفين كثافه البخار ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، كثافتها في البخار روعه. طيب شايفين القاروره دي يعني اللي فيها الميه دي اللي بتتحرك؟ شايفين البخار بتاعها تحفه. القاروره دي يا بنات هي اللي بتتقل الجسم، او الجسم بتاع المساحه نفسه تقيل. طبعا انتوا عارفين ان هي الفكره انا بشتغل بايديا الاثنين الى حد ما بتمشي الدنيا، لكن انا ساعات ما بحطش التليفون على الترايبود، فبضطر ان انا اصور بايد وامسح يعني اشتغل بالايد. فهي تقيله على الايد الضعيفه اللي زي ايدي، يعني لو ايد ضعيفه تقيله عليها. ففي فراولايه كانت اقترحت ان انا ما اخليش القاروره تتملى للاخر، بس هي اللهم بارك كفاءه، اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله خلاص. طيب ايه المسح بالبخار يعني ايه؟ يعني هفهمك. طبعا مش احنا ساعات كده اساسا السجاد بتاعي فاتح اوف وايت، وكنا اتكلمنا عن السجاد ده ان هو ده السجاد ده شاج، المقاس بتاعه كان عرض من النساجون الشرقيون. وطبعا النساجون الشرقيون في كل الاماكن خلاص، في اي مكان في محافظه بتاعتك. النساجون الشرقيين كان عامل عرض يا بنات اثناء ما انا كنت بجهز البيت، اللي هو السجاده الكبيره اللي انا بشتغل عليها دي حاليا 160 في 2 متر. وكمان في كان جاي معاها 2 مشايه برضو حوالي متر ونص، في مش فاكره في 60 او في 90 يعني المشايتين خلاص. واتنين واسمها ايه ودواسه تقريبا، مدوسه واحده. ده كده عرض كان ب 2100. انا مش عارفه العرض ده خلص ولا لسه عندهم، ايا كان. طبعا انا عشان بحب الاوف وايت فاخترت السجاد بتاعي الشاج يكون اوف وايت. ميزه الشاج ده يا بنات كمان ايه؟ الشاج ده يا بنات قطن 100%، قطن 100% بجد بجد. يعني مش عارفه اقولها لك ازاي. لو حتى حد عنده حساسيه بجد، لو مثلا نام عليها ما يتخنقش، يعني ده قطن 100%. عايزه اقول لك ان ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. السجاد ده بيدفي بشكل جميل، بيدي دفى رهيب يعني. عايزه اقول لك بقى، طيب احنا كده بنمسح بالبخار صح؟ طيب مثلا ايه اللي احنا نستفاده؟ حاجات كتير جدا. اول حاجه البخار ده هيتغلغل جوه الشاج نفسه، جوه الخامه بتاعه القطن نفسها، ادي اول حاجه. تاني حاجه بيقضي على البكتيريا، لان ده بخار اقوى وانضف شيء في التنظيف البخار، انا بعشقه خلاص. ادي تاني حاجه. طب ايه اللي بيحصل؟ عايزه اقول لكم ان بجد
بعد ما بنضف اولا بحس ان السجاده الفتله بتاعت السجاده نفسها طرت بقت ناعمه. بحس ان حرفيا لو انت ماشيه عليها طبعا بعد ان السجاده بتبقى دافيه اصلا مطرح البخار السخن، بتحس ان السجاد بجد انتعش كده في نظافه. عايزه اقول لك على حاجه بقى كمان، لما انا بعد ما بنضف بنزل كده اشم بشوف ايه اللي حصل. عايزه اقول لك ان كاني شارياها لسه من المعرض. فهو ده التنظيف بالبخار. طيب يا ليلى مثلا اهو زي اللحظه دي كده في بقع او كده، هتقدري تعمليها يعني هنا سما بتساعدني، هي سما هنا كده ماسكه القماشه وانا بعمل بالبخار بديها بخار جامد، قوه البخار رهيبه. وبعد كده يعني مثلا بتمسح بالفوطه. طبعا هتستعيني بحد يبقى معاكي عشان المكنسه بتبقى قويه، فاهمه؟ هتمسحي بفوطه كل ده هجاف. تخيلي سجاده ولا هتشيليها من الارض ولا هتتعبي ولا تقعدي تغسلي ولا معرفش ايه، حاجه زي الفل على طول. مش قادره اقول لك بجد ما شاء الله قوه الا بالله اللهم بارك. تحفه تحفه تحفه، من اروع الحاجات يعني ان انا وصلت لها. البخار رهيب رهيب في التنظيف، رهيب في الارضيات، رهيب في المرايات. والميزه بتاعته انه بيقعد فتره، يعني انت لو ملمعه مراياتك بالبخار بيقعد معاكي فتره. عايزه اقول لك بجد ان بجد بترجع السجاده زي الفل. انا عارفه ان يمكن تقولوا ان هي السجاده اصلا نظيفه، يمكن عشان انا محافظه عليها الى حد ما، بس لا فيها بقع لو تركزوا هتلاقوا فيها بقع. وبتكفيني بصراحه تنظيفه البخار. بعيدا عن الميه، في ناس على فكره بنات ايديهم ما بتستحملش، الجلد بتاعهم ما بيستحملش المواد الكيماويه. هنا بس كده كنت زقيت البنكيت نضفت من وراه لان كان بقى لي فتره عايزه اعمل كده. خلاص همسك بقى المساحه اللي هي العاديه دي، المساحه العاديه خالص، وكنا حاطينها في القاروره دي ميه وبعد اي حاجه بقى. عندك بقى مسحوق، عندك مسحوق غسيل، عندك شاور، عندك ايا كان الحاجه اللي هتعملي بيها. بس نصيحه ما تكتريش الحاجه في القاروره بتاعه الميه عشان السيراميك بتاعك ما يجيرش. اوكي، يعني يا دوبك يعمل ريحه حلوه بس. هنا بقى هنتكلم عن المساحه العاديه دي، مساحه عاديه اللي لونها بيج، مساحه عاديه خالص خالص خالص. انا كنت شارياها من عند هايبر ماركت محمود الفار اللي في البازار. خلاص قلنا كان بحوالي 300 وكسور. الميزه بتاعتها زي ما انتم شفتوا الجزئيه اللي انا وريتها لكم دي اسمها اللمامه. لمامه يعني ممكن مكان المكنسه تعمليه في السجاد وتنظف وتلم وبعد كده بتفضيها. حلو ده. فكده كده بتستخدميها كمساحه. الجزئيه بتاعت القاروره هنا بصي شايفه ده بيطلع الميه، ما انت بتدوسي فوق في اوبتمايزر فوق او مش عارف اسمه ايه اللي فوق ده، اللي بتطلعي منه اللي بترشي بكده، بترشي المساحه وبعد كده بتمسحي. فهي سهله، من اروع حاجات انا استخدمتها. انتوا عارفين انا استخدمت حاجات كتير بس دي من اروع حاجات انا استخدمتها. هرجع بس كده البنكيت، وعايزه اقول لكم ان روعه الهواء النهارده مساعدني، مديني انا نفسي طاقه. انا واحده طالما في هواء ساقع جميل انا ده بيمنح عندي الحب والسعاده وكل حاجه حلوه. ده كده تليفون يوسف بس عشان انا كنت مع كبار فكنت حاطاه في الدرج عندي. هبدا بقى امسح كده مكان كل حاجه. كمان هنا الدواسات اللي انا كنت حاطاهم في غرفه الماستر هشيلهم، هم فرو ابيض فهشيلهم هغسلهم في الغساله عادي. فطبعا هنا في السؤال اللي كان بيجيني ليلى لو عندنا حاجه فرو بنغسلها ازاي؟ بصوا يا بنات، الفرو بيتنقع مش في ميه سخنه ومش في اي ماده كيميائيه علشان ما يبص. طيب انت مثلا حد يقول لي طب انت يا ليلى هتستخدميه النهارده في الغساله عادي؟ لان اساسا انا حاطاه على الارض فما يهمنيش. بصوا مش عارفه افهمها لكم ازاي، مش مهم يعني ان هو يعني هوريكي شكله لسه ما جاش، مش مهم يعني ان هو يبوظ او ما يبوظ. هو حاجه محطوطه على الارض، الكلام ده لو انا في كوشن او حاجه محطوطه على الكنبه او محطوطه في الكوشنات العاديه بتاعت اللي بنزين بيها. لكن الفكره ان هي كدواسه في الارض مش فارق لي يعني. هي دي انا اللي بكلمكم عليها. على فكره هي ممكن تتحط عادي جدا للكنب للحاجات، بس خلاص انا استخدمتها للارضيات. ممكن فيما بعد ممكن لو انا ليا بال ليها اعمل كده. بغسلها عادي ما بتحصلهاش حاجه، وهوريكم سما هنا كانت بتساعدني، وهوريكم لما هخرجها هنعمل ايه. طبعا يا بنات كده بقيت الروتين بتاع امبارح. انتوا عارفين ان كل روتين بيكمل التاني، يعني احنا امبارح كنا عاملين مع بعض روتين ان احنا خلاص خلصنا فرش البيت كله بالفواتح والى حد ما يعني كنسنا ولمعنا على خفيف. طبعا النهارده لا اللي ما تاخدوش في بالكم اتشالت منها بس بتتركب عادي. ف النهارده بقى بقيت الروتين، يعني احنا عملنا عشان بصي تسهلي على نفسك اعمليها حاجتين. روتين مسائي يعني لازم بالليل يبقى فيه روتين مسائي. طبعا المواعين دي جزء اساسي مش ما فيهاش جدال، يعني مش هنسيبها خلاص، المواعين دي اساسيه. حاجه تانية حاولي ترتبي البيت، لو ما قدرتيش انك تكنسي وتمسحي بالليل او
في وقت متاخر خليها، مفيش مشكله زي ما انا عملت كده الصبح. يعني انا جزأت الروتين بتاعي يا جماعه على روتين على يومين. طيب هل كده الروتين خلص؟ لا طبعا، احنا المفروض مع الروتين بتاعنا الترتيب، بعد كده ان احنا نعمل مكنسه، بعد كده بنمسح. لو معانا مثلا زي النهارده مثلا تنظيف سجاد بالبخار كده يعني. فكده كده المفروض ناخد معانا الموبيليا، يعني تنظيف الخشب. طيب هل انا بقى مثلا طاقتي فضت النهارده؟ هل لازم؟ لا مش لازم خالص، هنخليها لبكره ان شاء الله. اعملوا معاكم تنظيف او تلميع الخشب باذنك يا رب. يا ربي، انا كنت حاسه في سؤال بس انا نسيته. مشكله يا بنات ان انا ما بحبش خالص 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 لا اكتب في ورقه، ولا ان انا اعمل سكريبت للفيديو اللي انا هتكلم فيه، ولا ان انا خالص بفكر في الكلام اللي انا هقوله. فعشان كده ما بكتبش في ورقه النقط، بس الحمد لله بكتفي ان انا بحتفظ بيها في عقلي. مع ان دي حاجه مش لطيفه، المفروض نكتب في ورقه نفرغ اي افكار في دماغنا وكده. خلاص هنخلص كده المسح بتاعنا، الدنيا تمام. هعمل معاكم كمان الزرع ده، البوت بتاع الزرع الكبير ده جدا. هقول لكم لقيت حركه كده حلوه بالمساحه، يعني جاتني كده وانا بعمل في الجزئيه دي هنا كده. فكرت ان انا مثلا اعمل بالرش بتاعها، لان هي بترش بالمعطر الحاجه اللي موجوده جواها ريحتها حلوه في نفس الوقت ميه. معاكي ممكن تعملي ايه تاني؟ انك بعد ما تعملي الحركه اللي انا هوريها لكم دلوقتي، انك تلمعي الورق ده، الورق بتاع البوت بتاع الزرع نفسه. طبعا سامعين كحه بتاعت يوسف، هو كان جه بقى خلاص من الدروس ومش عارفه ايه، طبعا ما كنتش لحقت خلصت. فريحه الحاجات اللي انا بمسح بيها هي عاديه بالنسبه لنا احنا، عاديه، بس بالنسبه له حبيبي ما بيستحملهاش. فزي ما قلت زمان، يا بختك اللي هتتجوزي يوسف، لان هو هيدلعك من كل حاجه. يا بختك برضو يعني تلحقي تخلصي بيتك قبل ما هو يجي، لازم يعني تلحقي تخلصي بيتك قبل ما هو يجي وتهوي كده. فانا عايزه اقول لكم ان بجد يوسف معلمني الادب حرفيا يعني. طبعا انا هو كان جوه، جيت بسرعه كده، عملت حطيت بس سبراي هنا كده ناحيه ناحيه الجزامه، بتبقى حلوه. الداخل من الباب بيبقى ريحه البيت حلو، فاهماني؟ طبعا عايزه اقول لكم ان هو طالع بيكح، قلت له مش انا خلصت مش انا اللي بعمل ده، مش انا يا بابا. بس فكده يعني. هي بصوا هنا كده خلصت خلاص اسمهم ايه، الدواسات الفرو. بصوا ده بيبقى شكلهم بعد ما خلصوا كده، تحس ان هو شبه الكتكوت كده يعني المبلول يعني. فبس بتنفضيه كده وخلاص، بتحطها في الميه وخلاص. وقد كان لميت بقى هنا السجاد، لان انا اصلا بمسح. هرجع كل حاجه مكانها. دي الدواسات يا بنات، المشايات اللي كنت بقول لكم عليها. عايزه اقول لكم بقى ان الوقت ده بقى العشق بقى حقيقي، حتى انا نفسي بحس بهدوء يعني، اللي هو قرب المغرب، خلاص المغرب. عايزه اوريكم هنا بس كده الحمام ده بيقعد يلف كده دواير دواير دواير، بيجي عند الشباك عندي خالص، بحبه قوي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك يا رب. الوانه جميله، وما اعرفش بحس ان بيجي يقرب عند الشباك كده ويسلم عليا، قمر قوي بصراحه. اي حاجه فيها طبيعه او كده انا بحبها. خلصت كده الروتين يعتبر. بقفل بقى خلاص البيت، بهدي الانوار، بهدي الشبابيك بقى شويه كده. ممكن بعد المغرب اهدي الشبابيك شويه واقفل خلاص، بيبقى بقى نسمه الهواء تحفه. البيت نفسه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. بجد مش قادره اوصف لكم ريحته كانت عامله ازاي، ما شاء الله، لان احنا عاملين بخور، عاملين كمان منظفين. فالحاجات دي بتفرق في النفسيه جدا جدا جدا. فلو انت بجد نفسيتك مش متظبطه، حاولي تقومي يعني، بصي تفكري كده، سبحان الله، كفايه تبصي للسماء، كفايه تشوفي منظر حلو. فحاولي حقيقي، لان حقيقي النظافه دي حقيقي، غير ان هي من الايمان طبعا، النظافه بتفرق في نفسيتنا كلنا كنساء بالذات كمان. زي ما انتم شايفين قمر خالص الجولد، انا حبيت لفيته يا جماعه. فخلاص هنبدا بقى كده نهدي الدنيا، نهدي الانوار. عندي شويه بس حاجات بسيطه جدا في المطبخ ان شاء الله يعني. انا خلاص قلت لا، مش هعمل شغل تاني، انا اعمل بريك. عايزه اقول لكم ان انا بشتغل من الساعه مثلا 2 للساعه 5 او 5. فقلت خلاص يعني ده تمام قوي، 3 ساعات يعني كده كان انضغطت فيهم، بس مش مشكله، النتيجه رضتني جدا. حته السجاد ان هو الدنيا تمام، حرف مكه، حرف الام. بس خلاص الانوار اللي انا بحبها، وهو ده بقى الوقت بتاعي انا خلاص. حتى بصوا انا قفلت الاوضه، الولاد قلت لهم خشوا بقى خلاص، انا عايزه اقعد بقى لوحدي.
وقت بقى بتاعي ان انا همنتج لكم. الوقت ده كمان جميل جدا لاذكار المساء، تقعدي تقراي في الورد بتاعك، تقعدي هاديه بقى. عارفه احساس الهدوء ده اروع حاجه في الدنيا. لازم يكون ليكي وقت في اليوم تقدري انك تستغليه. كان في حد سألني سؤال على حماته وكده، معلش النهارده الفيديو ما اسعفناش، ان شاء الله بكره هرد عليكي ان شاء الله ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. استنى منكم اللايك والتعليق يا احلى وارق فراولات في حياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.